عاوزة تعملي رز بسمتي زي اللي بيتاكل في المطاعم الكبيرة وبتاكليه من ايد الطباخين في المناسبات. تعالى اقولك بتعمليه ازاي. طريقة سهلة وبسيطة اوي. انا معايا حلة وحطيت فيها زيت شوية كده حلوين من الزيت، وهجيب بصلاية مبشورة واحطها في قلب الزيت. خلاص الزيت يسخن وانزل على طول بالبصلاية، اقلبها كده تقليبة حلوة، وهنزل طبعا بالبهارات الصحيحة. البهارات انا هحط رشة ملح كده، هنزل بقى بالبهارات علشان خاطر ما انساهاش. هنا حبهان وورق لورا وقرنفل وليمون مجفف. خلاص هقلب كده، طبعا الحبهان بنكون دايسين عليه عشان نطلع الطعم بتاعه والريحة بتاعته. هقلب كده والبصلة تصفر وانزل عليها بطماطمايه مبشورة. كل ده انا بشربه بالمبشره عادي. خلاص هتغلي كده وتشكشك كده مع بعضيها، انزل بمعلقتين كبار من بهارات الكبسه، يعني بهارات كبسه ناعمه وخشنه. الصحيحه بحطها تتقلب من الاول، والناعمه بحطها بعد كده عشان خاطر مش هتستحمل السخونيه من الاول. واحط مكعب مرق الدجاج، واكون غسله الرز البسمتي، مش بنقعه بغسله بس. كل كوبايه رز بسمتي ليها كوبايتين من الميه، كل كوبايه رز ليها كوبايتين من الميه، من غير نقع من غير اي حاجه، يا دوبك بغسله وانزل على طول واقلبه تقليبه كويسه قوي لمده 5 دقايق كده ولا 7 دقايق. واكون مظبطه الملح بقى بتاعه، وانزل بقى بالميه، اكون محضره الميه بتاعته ومعايراها، وانزل بالميه يغلي. وطبعا ادوق الميه اشوفها عايزه ملح ولا لا، اظبط الملح بتاعها يغلي، واوطي عليه زي الرز المصري بالظبط. خلاص هيغلي، هوطي عليه. خلاص كده داخل في السوا. طبعا عايزه اعمله بقى رزايه حمراء بتبقى منطوره كده في الرز. اعمل ايه؟ ما حطيتش لون غذائي ولا اي حاجه، جبت بنجرايه وسلقتها. طبعا من الميه دي ما نفعتش، لا حطيت بقى بنجر، ما انا مش هسكت لان انا عايزه بقى رز احمر منطور فيه. قطعي شرايح من البنجر وحطيها على وش الرز، هيديكي رزايه حمرا كده زي اللي بيتاكل في قلب المطاعم بالظبط. شايفين يا بنات؟ يا ريت ما تنسوش اللايك بقى.